انت تاخرت الى 2011. اي لا انت اللي كملت ولا انت يعني ليه تاخرت الى 2011 ما رحت مع البدايه؟ انا كانت مهمتي اسقاط صدام ونظامه، طيب. المهمه مالتي بالحياه. يعني انت لو سالني 2002 قايل لي شنو انت امنيتك بالحياه، اقول لك امنيتي انه يسقط صدام ونظامه. خلاص سقط 2003، قلت راح تجي معارضه هي تبني البلد ويعني راح نبني عراق جديد. انا ابدا تدري انا لست خالقا ولا أعلم الغيب، ولم ينزل الله علي الوحي، ولم يلقني أحد ولا أعرف. أنا ما أعرف بهم ذولا حرامية وسفلة، إيش مدرين يعني. صحيح عايش وياهم وأدري الإسلام السياسي كله كذب، أعرف لأنهم ذولا أغلبهم إسلاميين، يعني إسلام سياسي أقصد. أدري كله كلاوات وضحك على الناس وعلى العقول، هذا أفهمه. بس ما كنت أفهم بأنه راح يسرقون مليارات وراح يقتلون أبناء الشعب العراقي وراح يثأرون من الناس. هذا ما كنت متوقع يعني، وإذا أكو في توقع خفيف وليس بالمستوى الذي حصل. فرحت اعتكفت، قلت أنا هالسنين تغربت وتعبت ودمرت أسرتي وعائلتي، خل أصير تاجر تالي وقت، يعني من 2003 إلى 2011 فاشتغلت تجارة فعلا، مارست العمل التجاري. كنت أشوف شنو ذول، شو هذا ما عنده تاريخ ولا أحد يعرفه يصير رئيس وزراء. هذا ما شنو ذول استولوا على العراق ويتحدثون عن بطولات عظيمة، وأنه قاموا بإعدام صدام حسين وألقوا القبض على صدام حسين وهم مين هذا الحكي؟ أمريكا اللي ألقت القبض على صدام وأمريكا اللي أعدمته. شنو ذول يصيرون بمواقع والبلد بدأ ينهب، لا أكو بناء، لا أكو مدارس، لا أكو صحة، لا أكو تعليم، لا كل شيء ماكو، بلد لا بنية تحتية خربة. هو اللي طانا اياه صدام حسين كان باني، هو راح الدار حق باني، بس هذول يجوا شنو هذول؟